وهاي شباب هسه وقفنا بهذا الباركينج، يعني مو كلش بعيد عن السنتر. فهسه هو ما موجود هذا بالمكتب، بس اتصلت عليه قال ب 15 يورو الليلة، بس مكتوب 20، ممكن هو عباله سيارة صغيرة، بس إذا كانت 20 يعني مو مشكلة، بس يريدون كاش. هسه طلع الماطور على مود اروح عن للسنتر اطلع كاش وارجع. يعني انا بس هو مال ماما روح ويا بابا. اوكي. هاي اسهل منو لحن بس. وهاي حبايب قلبي هسه طالعين سنتر سبليت، شوية نفتر بالمدينة نصور الأجواء ونشوف شنو اللي بيها، وبعدها نرجع نبات بهذا المكان. عندنا ورانا دنماركي، من الساعة كان همين سويدي، هذا إيطالي، فيجون هواي كرفانات. هسه همين اجت وحدة هذيك واقفة هناك، هسه ما راح يدخلون. فالمكان زين يعني مو كلش بعيد عن السنتر، هذا أفضل حل لقيناه. تمام هيك قفات كل شيء ان شاء الله ماكو شيء. يا حبايب قلبي اذا يعجبكم هذا المحتوى لا تنسونا باللايك والشير والمتابعة، وان شاء الله تتونسون ويانا بالفرة هاي، والفيديوهات اللي جاية ان شاء الله تكون احلى واحلى. هاي شباب هسه بس نوصل ذيك العمارة، هاي هي، باعتبار وصلنا للسنتر، ومن بعد اذا واحد يريد ينزل على الكورنيش والشغلات هاي لان سنتر كبير فياخذ شوية وقت. هاي لقينا مكان. اي هسه لقينا مكان لابس حسين مثل كيان. شو كيان وريني؟ مثل كيان حسين. وحمودي انت ملابس مثل حسين وكيان. اي ويريد يدفعهم، هو يريد يدفعهم. طبعا هنا مثل ما تشوفون كيان قاعد بالعربانة وظل قاعد طول الجولة مالتنا، فما كنا نعرف شنو المشكلة، اكتشفنا انه اكو ابرة كرمون بالنعال مالته. المهم شباب هسه نوصل للسنتر ونصور لكم هناك. لا تعجبكم هاي الاجواء شباب لا تنسانا باللايك والشير والمتابعة. ربي يحفظكم جميعا حبايب قلبي، ان شاء الله تونسون ويانا بكل فيديو ننزله، ونسوي لكم محتوى ان شاء الله حلو. هسه شوفوا سروا يم سنتر هسه هنا سكنة بوتور شفنا سنتر نادي بناس ببيت زين حطينا بازين مال هيك، حطينا بازين مال بوتور. هاي هي العمارة، هسه بس نعبر الجسر من هنا هيك نوصل لهناك. وصلنا الأول سنتر وبعدين ننزل بعد على المدينة. توتو بيني، شوف هذا الإيطالي توتو بيني. شنو هذا عصابتي هذا؟ بابا الحب. اجت سيالة، اجت سيالة، اجت سيالة. اجت سيالة، قل له باي باي. قل له باي باي. تعال بابا. يلا حبي. العصابتي شوف شلون حاطه ايديه بجيبه. يا اخوان شويه بعدني البلاعي مالتي يعني مو كل زينه. اسوي سي. اسوي سي. عينك ورا الماطور بابا. ماتوي. هاي سكة القطار، احنا صايرين هناك بالباركينج ورا البناية هاي. وهذا الشباب اول مول احنا هسه وصلنا له، ماكو يمكن ايش قد 10 دقائق. هسه نوصل المول هذا ندخل بيه ونطلع من الجهة الثانية مثلا نتقرب همين على الكورنيش والشغلات هاي نصورها همين لكم. ايوه وهاي شباب طلعنا هسه من المول. شوفوا هنا مبينه شباب مع الحفلات راح تصير كبيرة، لان هناك عندكم مسرح كبير وهنا همينه مسرح كبير، بس جوهم كلش حلو يعني العصرية حلو بيه هوا، لا هو حار ولا هو بارد، الاجواء حلوة شباب. هسه انا قريبة على المخيم باعتبار مالنا اللي راح نبات بيه. لا كسر هاي رحنا يم سنتر ونسنا لعبنا. اي صراحة شباب الكرواتيا حلوة وانصح بيها واحد يجي ويشوفها،
ويفتر بيها ويشوف يعني أماكن كلش حلوة، وناسها كلش حبابين، يعني مو تشوفهم مثل ما تقول عنصريين أو هيك شيء، يعني يرحبون بالواحد، ومن يشوفون أي واحد مثل ما تقول غريب من البلد مالهم قبل يحكوا وياك بالإنجليزي. طبعا درجة الحرارة 24، بس شنو الإحساس كأنه 17 18، كلش حلو يعني مناسب، لا هو حار ولا هو بارد. شباب سبليت طبعا مدينة سياحية، وما تشوف أي واحد يجي يركض وراك يقول لك تعال اشتري مني أو هيك شيء، ما تتضايق، يعني أنت ماخذ حريتك على آخر. هذا هو الكورنيش يا اخوان، مدينة والله العظيم كلش حلوة سبليت، يعني انصح بيها تجون وما راح تتندمون. مدينة كلش حلوة ومرتبة، وحتى لو بس تفترون بيها يعني إلها أجواءها كلش حلوة. لا شنو قلتي له لازم اروح؟ شنو بيك؟ لازم نروح قاعد احنا. لا قلتي له اريد اروح، شنو بيك؟ فتروحي. نروح. قال لك اريد اروح، طقت روحي. طقت لوحك؟ إيه، لازم أضحك، لازم أجيب بيا، لازم بيا حاجني. يجي ياكله. يلا خلينا نروح يلا. وحبايب قلبي الاجواء تخبل، اجواء كلش حلوه، وكل شيء تلقون الغالي وتلقون الرخيص وتلقون كل شيء تريدونه بالاسواق، المواصلات والشغلات. ها هدول عداك. شوفوا شباب الاثار، ان شاء الله نجيبكم بالنهار شباب. شنو واو شوف بابا شو اقول لك، شوف شلون حلو. صدق والله مال سجن، هاي مثل المتحف بابا. شوفوا شباب البناء القديم. يا قديم مال سيتس. لا مال سجن. مال سجن؟ ايه شوف ازرق هيك. كانت كونة. كانت كونة زان اشرب بابا. نقدر تعال احسن منه يا اخوان، الطرق كلش حلوه. شوف الاثار. شوف هاي مال سجن. شوف شباب، شوفوا دافينا. شوف هاي اخوان والله حلوه. اي والله. شوف الاثار، اسمع الصوت. اي من فوق حسوني. خلينا نروح هاي مال سجن. طبعا هذا الضوء هسه تشوفونه اخضر، بس بالعين المجردة ابيض عادي. احنا كنا تام قاعد هنا عشان ماكو. راح بين كنا راح بين مكان. ايه حسين يقول الملك كان قاعد هنا. شوف الازقة والله حلوة. شوف
شايف هنا؟ شوف هنا. شوف في دي. هنا. اخوان اثار ان شاء الله باكر نجي لكم الصبح، واحد يجي لكم مطعم من هنا تدخلي بكل الجو. مودي شنو هنا؟ الصوت هنا. يلا خلينا نشوف شنو هذا الصوت. شلون المسرح مسوين اللبس هذا، شلون لابس مالت الزي مالهم القديم. شلون كان كايسر. دير بالك بابا. طبعا شباب هسه جاي احمل لكم الفيديو وشوفوا الاجواء التخبل. طبعا الواي فاي مالت المدينة هاي سبليت، يعني عام لهاي المنطقة كلها ببلاش. شباب رجعت وما لحقت اكمل الفيديو لانه بعد الساعة 12 يصير الانترنت كلش ضعيف. صباح الخير، هلا والله بالطيبين، شلونكم شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام، ربي يحفظكم جميعا. وهاي هسه احنا بالباركينج هذا، والله صراحة زين خوش مكان، يعني ما بيه هواي بق وما ادري شنو هالشغلات هاي اللي تعذب من تكون يم المية وهالشغلات هاي، فيعني لا بأس. سنتر مو كلش بعيد. هسه راح اروح عن بالسكوتر على المدينة حتى اقدر احمل لكم الفيديو، وبعدها نكتشف المدينة انا وحسوني والاهل وياكم ان شاء الله. لا تنسانا باللايك والشير والمتابعة، ربي يحفظك. مشاهدة ممتعة، تحياتي. طبعا وصلنا هسه للسنتر الكورنيش اللي كنا بيه البارحة. هسه شباب بعد ما نحمل الفيديو لكم نوب ندخل نشوفكم المتحف والشغلات اللي جوا. بس هسه خلينا نشوف لنا مكان نقعد بيه. طبعا هذا النكيل هن مال السياحة، مثلا تطلعون جروبات بالسفن بالمدري شنو، مثلا هيك هاي السفينة تروحون على الكهف. هذا كلش حلو، هذا يصير ازرق، الشمس تضرب عليه فيصير بداخل الكهف ازرق، فكلش حلو. يلا شباب خلينا نحمل هسه الفيديو وبعدين نروح نسألكم الأسعار ونشوف شنو الأجواء وشنو الفعاليات اللي موجودة وش قد تكلف. شوفوا الشباب المنظر يخبل، منظر أسطوري. شوفه بيبيات دنيش كلش بيبيات، هذا شوية شفنا احنا قبال. شفت البارحة ناضي. الحمد لله بعد ما نزل الفيديو قررت افاجئ حسوني بشي دائما يسألني عليه. وخر هاي. اوقف هسه وخرها لك. تعرفها. تعرفها؟ لأن نعطي الفلوس. هاي حسوني. اوكي بنتي. كرينا له خوذه لان هاي مالتي تصير كبيره عليه، وهاي عجبته. اول شي شفنا هاي البيضه، اي هاي اوضعني بس قال هاي توجعني، هي تلاوح ما توجع. بس شوي. والنوب جربنا هاي قال هم توجعني، بس هاي لين عجبته اللون قال ناضي. اي ما اوضعني بس هاي زينه، هاي زينه، هذه كلها اوضعني. طبعا شباب هذا عندنا بالنرويج غاليات بشكل مو طبيعي، يعني هسه هاي يمكن 3000 قرون عندنا بالنرويج. هنا البيش حسبها هاي 99 يورو هنا. هاي زين. وانا هواي عندهم شغلات حلوه.
خوذات وشغلات. شوف هاي كل شيء هنا تقدر تلقى. شوف هسه هاي حلوة سعرها مناسب. نادي مبروك. يس ثانك يو. بابا تصوروها شوف لون اسود نادي ستلنا على مود هسه براحتك تطلع ويا بابا. هسه لازم نوخر على صرنا هواي ندور على خوذة بس ما نلحق. كل ما نسافر ما نلحق. قلنا هسه حصلناه. بس راح تراوي ماما وبيبي. ها؟ ايه يلا طلع نفسك. انا انت تعرف؟ تعال يلا شوفوا من هنا او تلبس هنا. لا زين هيك على دارك. تفتحها هيك. خلنا نسد هاي. هاسو ناضي وهاي لازم هيك. شوفوا تلت بس هاي شوف هاي هوتا نعطي زين. هسه نروح للكرفان على مود نشحن الكمبيوتر والكاميرا والشغلات وبعدين نروح انا وحسوني ناكل. لان تونا كملنا تحميل الفيديو شباب. وهلا والله بالطيبين حبايب قلبي. هسه بعد ما طلعنا انا وحسوني كملنا كم مشوار. افترينا شويه بالمدينه ورحنا سبحنا. هسه بدلنا صبحنا عن صبحتني. شوفوا شباب حسوني اشترى الخوذه وهاي الكرفان هنا. هسه الليله الثانيه اخذناها هنا. هسه رايحين انا وحسوني نلتقي بالاهل بالمول اللي موجود هنا قريب على مود نقعد هناك بالقهوه شويه نصور هناك بالاجواء حلوه. وان شاء الله لحد الان عجبتكم الفيديوهات. فاذا عجبك هذا الشيء لا تنسانا باللايك والشير والمتابعه. ربي يحفظك وان شاء الله بوجودكم تكبر القناه ومن دونكم القناه ما تسوى شيء حبايب قلبي. هاي هسه المول شباب كلها عزلت لين الساعه 9 يعزلون بس القهوه الساعه 10. يلا هو موجود هذا. حسين فرحان بخوذته. شوف شلون قاعده حلوه. الاولاد جاي يلعبون. سلام. عشان مفجرين الطاوله. حسبالي مخلي لي شويه قهوه. شوف شلون قاعده شباب استراتيجيه. شوفوا هذا المطعم شباب. والاسعار كلها مناسبه هنا يعني 7 يورو 11 يورو 12 يورو على الوجبه. شوف 5 يورو. Center is closed. I'm sorry. Yeah, just looking. 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. Yeah, 1 2 and I go. يقول لك السنتر معزل. قلت له ثانيتين عربيه بس خلينا نشوفكم الاجواء اللي هنا شباب. وعندكم حفلات هنا وهنا وهاي الكبيره. شوفوا الاجواء شباب. هذا المسرح الكبير وهذا مسرح الصغير وهاي باعتبار البارات وما ادري شنو. بس هي شنو الفكره انه اكو حياه يعني حركه وهالشغلات هاي. الناس اللي تحب السهرات والشغلات هاي تقدر تتونس. والناس اللي تحب مثلا شغلات هادئه المكان اللي كنا بيه البارحه على الكورنيش اجواء تكون كلش حلوه. هاي نظره سريعه شباب ان شاء الله يعجبكم الاجواء. فانا جاي اصوركم المحتوى يكون يعني كل شيء للعوائل للشباب على مود تاخذون فكره عامه عن كرواتيا وعن المكان اللي نسافر به. يلا عزلوا الثانيتين مالتنا خلصنا. يعني اجواء حلوه شباب. بس شوف القعده اللي هنا. هسه تاخرنا احنا بس قاعده حيل كبيره وحلوه فوق مسوينها وبيها مراجيح والعاب للاولاد. وبالجهه الثانيه همين العاب للاولاد اللي هسه احنا قاعدين بيها. واكو بعد جهه ثانيه بيها اجواء كلش حلوه. اوكي ثانك يو. وعندك المطاعم مختلفه يعني هذيك الصيني هنا انا بعد ما اعرف شنو الله العالم اكلاتهم او شغلاتهم بس هنا القعدات تكون مشتركه كلش حلوه. واكو هنا انا اعتقد هم تركي هذا ابو الكباب وهناك ما ادري كنتاكي ما ادري شنو. المهم
والقهوات والقعدة تخبل يعني. وهاي الألعاب شباب، القعدات الحلوة. بابا الحب، شو تسوين؟ شنو هاي بابا؟ هاي هنا تقدر تلعب. ألعاب. فيعني أجواء حلوة، تقدر تقعد وتتونس ويا الأجواء هاي الحلوة، وعندك نفس الوقت مكان الأولاد يلعبون به. فعندك شوف هناك قاعدة مثلا أضوية زرقاء، هنا هيجي خضار ومدري شنو، هنا مفتوحة. فيعني منوعين بالقعدات بنفس المكان. يلا شباب خلينا نشرب القهوة وناخذكم إن شاء الله لغير مكان همين نكتشفه ونشوفه. فلا تنسانا باللايك والشير والمتابعة. ربي يحفظك حبيب قلبي، تحياتي لكم شباب. هسه طلعنا من القهوة وشوفوا هاي البيتزا ب50 يورو، بس شوفوا الحجم مالها، شوفوا منا لهناك، يعني ما ادري ايش اقول لكم ايش قد كبيره. انتم تعرفون ايش قد يعني. شوف هاي ايديه، شوفوا يعني منا لهناك بيها بالمتر. شيء حلو واحد تجربه يعني حلوه اذا مثلا عائله كبيره او شله كبيره تجي تاكل. هاي واي شباب هسه لبست البلوز على مود شويه البرد، وديت الاولاد وهسه طالع. ما ادري بالساعه بالصدفه شفت اكو شيء يعني مبين كانه حلو، كورنيش حلو. المهم نروح نشوفها ونكتشفها وياكم. هاي الشباب هسه وصلنا لهذا الكورنيش. طبعا هاي جزيرة بحدها صايرة، شوفوا شلون بالخريطة شباب. شوفوا هيك جزيرة هادئة. طبعا اللي اكتشفته هسه شباب سبليت كل شي بيها، يعني إذا تريدون مدينة كبيرة موجودة، طبيعة، بحور، كل شي موجود، تراث موجود. إذا تريد تجون مثلا بالطيارة أو هيك شي نزلون على سبليت، تريدون تسوونه تلقونه بمكان واحد. بس عندك مثلا المدن الثانية أو القرى الثانية اللي بيها همينة مكانات كلش حلوة ومرتبة. واكو مكان اسمه اعتقد اسمه هيجي كرواتيا ناشونال بارك او هيجي، بيه الشلالات وبيه يعني بنص الغابة، بيه مناظر كلش حلوة. ان شاء الله اذا صار وقت نروح نمر عليه ونشوف الاجواء هناك. عطلتنا هاي وقتها يعني محدود، قصيرة مو كلش طويلة اخذناها، بس على مود نغير اجواء حتى شنو مثلا السنة الجاية باذن الله اذا رحنا على العراق نقدر ناخذ ويانا مثل ما تقول، ناخذ ويانا همين سبليت، وبعدين نتجه على ألبانيا والدول هذيك الثانية. من هنا بنوصل للعراق بإذن الله. فنشوف بعد ورا تسهيلات رب العالمين ودعمكم شباب. كل ما تدعمونا باللايك والشير والمتابعة والكومنتات الحلوة اللي دائما تخليني أتحمس أكثر وأسوي لكم إن شاء الله محتوى يكون متنوع بهاي القناة وحلو. وهاي أحلى وردة لكم حبايب قلبي. يلا هسه نروح على المدينة أحسن، نروح لهناك لين ما لحقنا نشوف الكورنيش والشغلات هاي كلها. بيزي 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 بيزي. أول مرة أشوف بزونة هيك تجي ومتحمسة وجاي تجي زين بيضة مو سودة، لو سودة كان ضربتها شلاق. شوف 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 شلون متحمسة، شوف شوف شوف. اي شباب يلا اشوفكم بالمكان والبناء مال سبليت اللي كنا بيه البارحة، ونصور لكم الاجواء اللي بيه تكون حلوة ومرتبة. فان شاء الله هسه نروح نصور لكم اياه، وباذن الله باكر ان شاء الله الصبح ادخلكم وياي للمتحف اذا كان يعني مسموح نصور داخل المتحف. وهذا صديق الدرب اللي كان وياي بالمغرب، تحياتي لطه، كان وياي دائما يفتر بالليل بس هسه ما موجود بالمغرب بعد. فان شاء الله الله يفرج له ويجي لاوروبا ونقدر نفر وياه همينه الدول والمدن الحلوه والاجواء الحلوه ان شاء الله. وهاي شباب جبناكم هسه للكورنيش الرئيسي، وشوفوا الفراري. اخوان صراحة الفراري هاي بالطبيعة احلى من الصور، الصراحة حلوة يعني بالواقع احلى من الصور بهواي. وهاي للعشاق السيارات اللي مثلي ومثلكم ان شاء الله يطعمنا بهيك السيارة
مثل ما تشوفون البسطيات كلها عزلت. شوية تأخرنا بالطلعة والله، لأنه هواي شغلات ثانية سويناهن وما نقدر نوثق لكم كل شيء بحذافيره، وشوية صعبة ويا الأولاد دائما واحد يصور هالشغلات هاي. وهاي الشباب هسه راح ندخلكم بالأزقة، وبعد من هنا أجواء كلش حلوة، بنايات والشغلات هاي. شوفوا القلعة هاي شباب. بس شباب الشيء الحلو اللي انتبهت عليه، شرطة ما جاي تبين هواي، وماكو مثل ما تسمع مثلا هسه عندنا احنا بالنرويج وبأوسلو تسمع البوليس رايح راد، عندهم مشاكل هنا وصياح هنا وما اعرف ايش، بس هنا لا. شوف جاي يصور تيك توك، بس هنا ما جاي نشوف يعني انه اكو مشاكل وهاي، ورغم انه باي زاويه جاي تمشي جاي تشوف العالم جاي يعني يشربون وهاي، امان صراحه. وهسه شباب عندنا الكورنيش اللي مشينا بيه ذاك اليوم بهاي الجهه، هسه راح ناخذكم لهاي الجهه ونشوف اليخت العملاق اللي هناك موجود، والكورنيش اللي بذيك الجهه ان شاء الله يعجبكم. هاي شباب من هاي الجهه الكورنيش اللي مشينا بيه، واليوم الصبح همين جيت انا وحسين على ما نكمل تحميل الفيديو، لان هنا الواي فاي موجود وببلاش وزين سرعته كلش قويه، فاجينا اليوم حملنا لكم الفيديو، وان شاء الله الفيديو الجاي همين راح نحمله هنا قبل لا ننتقل للمدينه الثانيه. هسه نروح لهذاك اليخت العملاق. وهاي شباب شوف المنظر اللي هنا، هذاك الكورنيش اللي كنا بيه البارحه منا. شوفوا هذا اليخت شباب، طبعا يخت كلش حلو، بس من نشوف العملاق تشوف هذين صغار. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، عملاق. شوف هذا الزغرة، شوف هذا ايش كبره، شوف ما شاء الله، شوف السمكات. الجسر يطلع من هذا الدرج. هذا اليخت شباب هم كلش حلو، وشباب الكورنيش مستمر، بس انا خايف من التصوير يكون شويه يعني باهتزاز، لانه بالليل الكاميرا ما تتحمل يعني الحركه، واذا اخليها تصير ظلمه التصوير يصير حلو بس ما راح يبين، لان راح يبين ظلام كلش قوي مثل هذا النوع، فيكون ظلام. بس هسه مثلا من امشي ما يكون ارتجاج بالصوره، بس ما راح يبين عندكم شيء لانه ظلمه، لانه هو صدق ظلمه بهاي. هسه انا من اشوفها قدامي مثل ما الصوره بالكاميرا موجود، فما تبين لكم كل شيء، بس نحاول نصور لكم هيك على مود احسن ما يكون ارتجاج بها الصوره. شوف هاي الدخله مال هذا همينه. عندكم هذا، فأتمنى عجبكم هذا الفيديو، ولا تنسونا باللايك والشير والمتابعة. ربي يحفظكم حبايب قلبي. حسين هسه فرفر شوية وسنصور. هسه ما نسونا ناكسين. يلا شباب لايك وشير. هاي جينا لكم هسه بالنهار، وشوفوا الاجواء طبعا حار الجو كلش، بس حبيت اصور لكم بالنهار على مود التصوير يكون احلى، لانه التصوير بالليل صار كلش مو حلو، واليوم
ناخذ الجولة هسه هنا ونشوف إذا نقدر ندخل هنا بهذا المتحف. هاي مفتوح المتحف. تعال خلينا نشوف إذا نقدر ندخل، بس خلينا نشوف إذا يخلونا نصور. تمام. 8 يورو للجهتين وعادي واحد يصور. طبعا هنا صار أول عطل فني بالكاميرا واختفى الصوت. أنا حسون جاي يشرح لك. هذا مجسم خريطة سبليت، احنا موجودين بهذا المكان بالضبط، وهاي هي القلعة. هسه احنا جوا بالأنفاق اللي كان سابقا أسواق. يلا خلينا نسوي لكم مونتاج سينمائي واستمتعوا بالمنظر على مود تاخذون فكرة عن المتحف هيجي على السريع. إن شاء الله نكمل لكم خارج المتحف. وهاي شباب يطلعون بهذني جولات سياحية كلش حلوة. هاي شباب هاي شوفوا المنظر شباب. هاي شباب المطاعم هنا ومن هنا ومن هنا، أجواء كلش حلوة. يعني وين ما تروح تلقى مقاهي ومطاعم، فما راح تمل او مثلا تحس انه جوعان وما تاكل وهالشغلات هاي. وين ما تروح تقدر تلقى اكل. شوف المنظر من هنا شباب. هاي شوفوا شباب الاكلات اللي هنا موجوده. هلو. لا حد يعيب على الانجليزي مالتي، جاي الزقها تلزق. تعلمت من التلفزيون. Can I help you maybe with something? You're looking for something specific? No, I just vlogging right now and okay. show people Yeah? how good Split is. Yeah. Because it's my first time here. First time here? Yeah. And you like it? I love it. Yeah. Because it's very kind people and everything is very good. Anything, just let me know. Yeah, okay. Thank you. Okay, thank you. Okay. هاي شباب الناس يعني كلش حبابين. شوف الأسعار. وهاي مثل ما تقول يعني مطاعم تكون شوية غالية، بس رغم ذلك الستيك والسمك والشغلات هاي كلها أسعار يعني كلش مناسبة. اي بابا هنا جينا البارحة. طبعا شباب يعني من قد ما طلعنا بسرعة أنا وحسين بس على مود نلحق نصور لكم الأجواء.
ما محضرين روحنا يعني. هاك شفت كرمون طالعين احنا هيك على السريع. ها بابا حتى ما لحقنا لا نكشخ ولا هاي الشغلات هاي، على مود نسوي لكم المحتوى ونصور لكم الاجواء على مود تشوفونها انتم شباب. هاي شباب هسه وين ما تمشي تلقى هاي المطاعم والشغلات هاي، وهاي المكاتب السياحة وين ما تروح تلقاه. هاي شوفوا هذا البلو كيف يسمونه، هاي تدخل جوا وتشوف، وعندك هاي الشغلات الآثار وشغلات الجو الماي تقدر تغطس وتشوفن. وشوفوا الأسعار مثلا هاي عندنا فرد تكون شوف 60 يورو 100، شوف هاي 120 تروح كله جولة هاي ياخذونك. هاي شوف شباب، هاي شوف قد حلو. شوف المسافة مو كلش بعيد. شوف وهواء بارد يخبل هنا، يعني اجواء كلش حلوه. شوف شوف القعدات الحلوة. شوف هذيك الفراشة هناك علم نرويجي. شوف حلوة هاي الشغلات، السيفونير واحد ياخذ والوان فاقعة. شوف عندنا تلفون هنا من هنا بس أنا رحت من هنا كفر كمان شوف هاي واو. هاي شوف شباب وين ما تروحون تلقون المطاعم. شوفوا شباب القعدة هنا. واحد أسبح دوامي. شوف هاي كورة راكد هناك. ايه هو هذا المكان ناضي، هو لازم نطلع من سبليت على مود نروح لهاي المكانات. وعملناك همين الطرق كلش حلوة، بس المشكلة الوقت، لازم بالستة أنا أكون عند الكرفان بعد 20 دقيقة شباب. على عيونكم أحصرها حصر. طبعا بعدها تروح منا خاف نديح. ما عندنا وقت، خلينا نجرب هاي الطريق منه. شوف شلون قعدات حلوة. تعال بقى شوف شباب، حتى على الدرج مسوين مطاعم. طبعا جاي امشي وياكم عشوائي، ما اعرف وين ماشي، بس رغم ذلك شباب وين ما تمشي يعني ما تحس انه ها تهت رحت المكان مو هو هذا، بالعكس كل ما تروح لشي زاوية شوف الجمال. شوف شباب شوف طبعا هذا شلون مثل ما تقول ترميم مسوي له تجديد. وعندك هاي الشغلات الأصلية مثلا مال البناء. شوف طبعا هاي ازيد هالقلعة كانت يعني مهدمة وهالشغلات، يعني اذا تشوفون هسه فوق هذا جديد والباقي مثلا قديم، الترميمات حلوة. شفت جينا منها بابا. شوفوا شباب حلوة، يعني قد ما تمشي الا ما ترجع المكان اللي يطلعك على الكورنيش. شوفوا منه طبعا مننا هم اجواء كلش حلوة. احنا صورنا لكم هاي قبل وصورنا لكم هاي، هسه نخرج من هاي الجهة.
هاي بابا رجعنا على المتحف هسه، المتحف اللي كنا بيه من هاي الجهة ومن هاي الجهة. هسه نطلع، هذا هو المتحف. لهنا حبايب قلبي وصلنا لنهاية هاي الجولة، وإن شاء الله عجبتكم. فاعذروني الوقت ما جاي يوسع، والأجواء كلش حلوة، وواحد لازم همينه يعيش الأجواء والمناظر الحلوة، وما لحق أصور كل الوقت، خاصة من أطلع ويا العائلة والأولاد يركضون وهالشغلات هاي، فلازم واحد ينتبه عليهم. فإن شاء الله عجبتكم هاي الجولة شباب، وهسه راح ننطلق للمدينة الثانية أو القرية الثانية أو المكان الثاني أو المخيم الثاني. فالمهم خليكم ويانا، وإن شاء الله يعجبكم هذا المحتوى. كملوا الفيديو وشوفوا الموقف الثاني اللي راح نوقف به، والمحطة الثانية والمكان إن شاء الله اللي راح نعيشه وياكم. هاي شباب ذني كلهن طلعن جروبات، يعني تقدرون تطلعون هنا بهاي جروب هاي جروب هاي، يعني هواي شغلات. اي بابا نفرفر. يا بابا اي بابا لقيت رمانة. وهاي الشباب الحمد لله وقفنا بهاي البنزين خانة، عمرنا الماي ودوشنا وعدلنا امورنا والحمد لله. وهسه ورانا طريق تقريبا ساعة ونوصل للموقف الثاني. العصريات هيك تخبط، خاصة من تتدوش وتطلع. هسه بس كون غسل الكرفان حتى شنو واحد يحس فريش. طبعا هسه قريب على تروقير كنا بيها اول شي خيمنا. بعيد شوية قريب. بعد بابا ساعة. بعيد؟ ليش بعيد؟ إذن الغروب. وليدي يا وينه؟ هاي بابا. شوية قريب. شوفوا هاي الطيارة، وش اللي هاي الطيارة فرفر. طبعا هسه مشيت على الطريق الريفي على مود المناظر الحلوة هاي الخلابة، شوفكم اياها شباب. مشكلة هسه المفروض يسوون باركينج هيك على الاقل سيارات توقف تصور. شوفوا المدينة كلها تشوفونها منها، وحلوة قرى ومدن يعني صغار وشغلات يعني كلش حلوة ومرتبة.
طبعا قلت لكم ما راح اصور هواي بالليل، بس هسه يعني على طريقنا ويا الغروب والاضويه مال المدن وهالشغلات هاي، فاجواء هم كلش حلوه. بس بداخل المدن ان شاء الله نصور لكم بالنهار على مود تبين عندكم الاجواء والتصوير يكون حلو. بس هسه لين طالعين احنا يعني بالغروب، والمناظر هاي الخلابه اللي تستاهل التصوير بالليل يعني او بالغروب. شباب شوفوا الحمار والغروب شلون يخبل ويا هذين الفرفيريات. يا اخواني كتبوا لي بالتعليق شو يسمونهن؟ الطاقة الهوائية، طاقة الفرفيرية والله مروحة تبردون بيها. المهم هي الطاقة الهوائية، بس يعني اكدوا لي يا اخوان مناظر صدق خلابة يعني والله العظيم. يعني الوقت كله ظل هيك مبتسم، يعني مثل ما تقول فرحان هيك. حلو الجو، حلو المناظر الحلوة هاي الشغلات. والله اتمناها لكل واحد من عندكم يشوف هاي الفيديو، انه يطعمه رب العالمين سفرة واماكن احلى من هاي. لان صدق الحياة ما تسوى واحد يظل يقاعد ويجمع فلوس. اي واحد تكون عنده فرصة يقدر يسافر، سافر وشوف، استمتع بحياتك. هاي هسه وقفنا بهاي المحطة، ما بقى شي شوية ونوصل للمدينة اللي نريدها. بس البارحة طلعنا بالليل فقلنا خلينا نوقف بالمحطة، لأنه أزيد المكانات تكون يعني مسدودة والشغلات هاي. وحبيت أشوفكم هنا، جبتكم لهذا المكان. شوف شلون منظر يخبل.